أهلا ومرحبا بكم معنا. اليوم رح نغوص في موضوع بصراحة شاغل بال الكثيرين بالجزائر هالفترة. أهلا بك وبالمستمعين. الموضوع هو وضع زيادات معاشات المتقاعدين، وبالتحديد شو القصة مع شهر يوليو جويليا الحالي. فيه كثير كلام وتساؤلات. صحيح، في حالة من الغموض شوي. تمام. تحليلنا اليوم رح يعتمد بشكل أساسي على شرح وتحليل قدمته قناة أخبار الساعة معي على يوتيوب. رح نحاول نفهم الوضع بناء على كلامهم وتفسيرهم للآليات والتوقيتات. خلينا نفكك هالموضوع سوا. ممتاز. يعني الهدف هو نفلتر المعلومات اللي بالفيديو ونشوف شو هو الأكيد إجرائياً وشو اللي لسه مجرد احتمال، كله بناء على طرح المصدر طبعاً. بالضبط. ونبدأ بالسؤال الأهم اللي طرحه المصدر كمان واللي الكل عم يستناه. هل في زيادة هالشهر؟ هل رح تنصرف زيادة مع معاش يوليو جويليا؟ شوف، لفهم الجواب لازم نرجع للأساس، للآلية الرسمية اللي شرحها الفيديو. أي زيادة أي زيادة بالمعاشات لازم تمر بخطوات قانونية وإجرائية واضحة. اللي هي لازم هذا المرسوم أو القرار ينشر في الجريدة الرسمية. النشر بالجريدة الرسمية. أيوة، النشر هو اللي بيعطي القرار قوة التنفيذ الفعلية. وعادة زي ما ذكر المصدر، هالإعلان بيجي بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، وهناك بيحددوا النسب وبيوافقوا عليها رسمياً. تمام، مفهومة هاي الآلية. طيب، النقطة الجوهرية هون حسب شرح الفيديو هي التوقيت. مش أي وقت. يعني عشان زيادة معينة تطبق بشهر معين مثلا يوليو جويليا، لازم المرسوم تبعها يكون نزل واتنشر بالجريدة الرسمية متى؟ في الشهر اللي قبله، يعني يونيو جوان. آه لازم قبل بشهر على الأقل. بالضبط. ليش؟ عشان الصندوق الوطني للتقاعد يكون عنده وقت يجهز أموره الإدارية والمالية ويطبق الزيادة بالصرف. وبما إنه شهر يونيو جوان خلص وإحنا ما شفنا يعني صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يحدد النسب الجديدة. ما صار هالشي. قصة زيادة يوليو وجويليا تبدو غير واردة حالياً بسبب عدم استكمال الإجراءات الرسمية في وقتها، وبالتحديد النشر بالجريدة الرسمية. هذا هو الاستنتاج الواضح من تحليل الفيديو. بس هو ما وقف هون. أوكي، شو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال اللي بعده هو شهر أغسطو أوت. الفيديو بيشير إنه إمكانية تطبيق الزيادة ابتداءً من أغسطو أوت لساها قائمة. لكن أكيد في شرط. أكيد. الشرط الأساسي وهو نفس المنطق، إنه القرار الرسمي بالزيادة يصدر ويتصادق عليه وينشر بالجريدة الأسمية خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من شهر يوليو جويليا الحالي اللي إحنا فيه. يعني لازم الإجراء يصير هالأيام. إذا صار النشر قريباً خلال يوليو وجويليا ممكن نشوف الزيادة بأغسطو أوت؟ بالضبط، أغسطو أوت بيصير هو الموعد المحتمل الأول لبدء الصرف الفعلي. وهون نوصل لنقطة تانية مهمة كتير وذكرها المصدر كمان، اللي هي الأثر الرجعي. شو يعني التأخير بالصرف بالنسبة للمتقاعد؟ فلوسه بتروح عليه؟ لا، هاي نقطة مهمة. طمن عنها الفيديو. هو وضح إنه التأخير بالتطبيق ما بيعني إنه حقوق المتقاعدين عن الشهور اللي فاتت ضاعت. الحمد لله. العادة اللي ماشيين عليها حسب ما ذكر هي إنه الفروقات بتندفع بأثر رجعي. ومن إمتى بيبدأ حساب الأثر الرجعي؟ غالباً، وهذا المعتاد حسب الفيديو، بيبدأ الحساب من شهر مايو الماضي، لأنه العادة جرت إنه الزيادات السنوية تبدأ بهذا الشهر. حتى لو تصرفت الزيادة بأغسطس أو أوت، بيستلم المتقاعد فروقات مايو ويونيو يوليو جويليا. بالضبط. الفيديو عطى مثال بسيط للتوضيح. لو الزيادة مثلاً 200 دينار بالشهر والتطبيق اتأخر شهرين، يعني ما انصرفت بيونيو ويوليو وانصرفت بأغسطس، فأول دفعة بعد إقرار الزيادة بتكون فيها زيادة أغسطس نفسها زائد 200 عن يوليو و200 عن يونيو، يعني بياخد فروقات كل شهور التأخير من مايو. تمام، هاي نقطة بتطمن شوي، الحق المالي محفوظ حتى لو في تأخير إجرائي حسب العرف اللي أشار له المصدر. طيب، خلينا نوسع الصورة شوي. الفيديو حكى شيء عن طبيعة هاي الزيادات المحتملة. هل هي زيادة سنوية عادية ولا شيء تاني؟ نعم، الفيديو أشار لهالنقطة. حكى إنه ممكن يكون في نوعين من الزيادات. النوع الأول هو التثمين السنوي العادي للمعاشات. هذا إجراء شبه روتيني، بيصير كل سنة تقريباً لمواكبة غلاء المعيشة وهيك. مفهوم. إذن ممكن يكون تثمين سنوي وممكن زيادة استثنائية
أو ممكن الاثنين مع بعض؟ ممكن. الفيديو كمان لفت الانتباه لمعلومة مهمة، وهي إنه مجموع الزيادات اللي أخذها المتقاعدين بآخر 4 سنين كان كبير، وصل حوالي 78%. 78% ب4 سنين، رقم مش قليل أبداً. فعلا رقم كبير بيعكس إنه في اهتمام بهالفئة. لكن النقطة الأساسية إنه نسبة الزيادة المحددة لسنة 2025 هاي بالذات، سواء كانت تثمين أو استثنائية، لسه ما حدا بيعرفها، ما تم الإعلان عنها. يعني النسبة نفسها لسه مجهولة. بالضبط. والفيديو لمح كمان إنه يمكن التأخير الحالي بالإعلان مش مجرد تأخير إجرائي عادي، يمكن في أسباب تانية، عوامل أخرى بتأثر على التوقيت، بس ما تم الكشف عنها. إذن خلينا نلخص النقاط الأساسية اللي استخلصناها من شرح الفيديو اليوم. أولاً، زيادة يوليو جويليا تبدو مستبعدة من الناحية الإجرائية البحتة لعدم صدور ونشر المرسوم في يونيو جويليا، صح؟ صح، هذا حسب الآلية الموصوفة. ثانياً، شهر أغسطس أوت بظل احتمال وارد لبدء التطبيق، بس هذا مشروط بصدور القرار ونشره رسمياً ببداية يوليو جويليا. تماماً، الشرط هو النشر قريباً. ثالثاً، والأهم يمكن، أي تأخير بالتنفيذ متوقع أنه يتعوض بأثر رجعي بنحسب اعتباراً من مايو الماضي. هاي هي الممارسة المعتادة المشار إليها. وطبعاً من المهم نرجع نأكد أنه كل هالاستنتاجات مبنية على التحليل والتفسير اللي قدمه المصدر قناة أخبار الساعة معي. أكيد، هذا هو أساس كلامنا اليوم، وهذا التحليل بيتركنا مع سؤال أخير، سؤال مفتوح للتفكير والمتابعة يعني. تفضلي. إنه بالنظر لهي الآلية الرسمية ومبدأ الأثر الرجعي وسجل الزيادات الكبيرة بالسنوات الماضية اللي ذكرها المصدر، يا ترى شو هي العوامل الحقيقية، يمكن الاقتصادية أو حتى السياسية، اللي ممكن تكون وراها التأخير الملحوظ بإعلان وتحديد زيادات 2025 للمتقاعدين؟ سؤال مهم فعلاً ويستدعي المتابعة. شو اللي عم بصير ورا الكواليس إذا صح التعبير؟ بالضبط، هذا السؤال بيفتح الباب لفهم أعمق لديناميكيات صنع القرار بهيك مواضيع حساسة.